حد يسيب الجمال ده كله ويرمي نفسه فوق سطوح؟ اعمل ايه؟ امي كل شويه تزن عليا في موضوع الجواز ده، فما لقيتش حل غير الطفشان. زي امي بالظبط، زنت عليا ودلوقتي بتزن على اخويا. هو في الاخر نلبس احنا. بس انت يعني عمرك ما فكرت في موضوع الجواز ده؟ لما بتوصل لسن معين وانت ما عملتهاش ما تبقاش فارقه، بالعكس تبقى اتعودت تعيش لوحدك. ولا حتى حبيت يا اخي؟ الحب حاجه والجواز حاجه تانية خالص يا رؤوف. الحب عامل زي المحامي اللي بيدافع دايما عن اخطاء موكله ويطلعه في الاخر بنايه. انما الجواز عامل زي القاضي، بيدقق في اقل التفاصيل ويطلع القطط الفطسانه في المتهم، وفي الاخر بيصدر احكام غالبا بتكون قاسيه. معاك حق. يلا محل امي هنا بقى. الله يا اخي، ايه الجمال ده؟ اتفضل يا سيدي، وادي المحل بتاعنا. امي ست الحبايب يا ضنايا انت. اهلا اهلا. توك اللي فاكر تسال على امك اللي شقيت عليك يا منكوس. اهو انا يا رؤوف كل اسبوع اجي مخصوص عشان اسمع الكلمتين دول، ما اقدرش اكمل حياتي من غيرهم. اوعى تكون فاكر ان انا هتكسف عشان داخل عليا ومعاك واحد صاحبك. عيب يا حاجه، هو انا ما اعرفكيش؟ ما تاخذنيش يا ابني، اصل في اصناف كده ما تجيش الا بالجزمه. يعني اعتبريني مش موجود، وهو الحقيقه يستاهل طبعا. لا اعتبروني انا اللي مش موجود، انا هروح اسلم على عم محمد وعم سيد. والاسم بس جاي تزورني؟ ما انت عارفه دول بيبقوا من ريحه ابويا وبحب اسلم عليهم. بتهرب من الموضوع اياه اللي عايزه اكلمك فيه، بس هتروح مني فين؟ انا وراك يا حبيبي والزمن طويل. وردي هيفضل هو، اقنعي بقى يا رؤوف انه يتجوز. الله الله الله، هو طلع موكوس زيك؟ لا الحقيقه انا موكوس بطريقه مختلفه شويه. طب بعد اذنك، سلام يا موكوس. انا عندي ولد وبنت. ربنا يخليهم لك يا ابني، ربنا يخليهم لك. الحمد لله لسه في ناس عاقله اهو. لا عقله دي فيها كلام شويه. اسمك كريم ايه؟ رؤوف. اهلا يا رؤوف يا ابني، تعالى بقى نقعد بره نحكي سوا. اتفضلي حضرتك، اتفضلي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.